واستعینوا اطلبوا الله لازم يعين الإنسان، الله لازم يأخذ بيد الإنسان، وهذا لا يصير إلا بالتوسل، بالدعاء، بالطهارة، الطهارة الظاهرية، الطهارة المعنوية، وبالتمسك بأزيال محمد وآل محمد. التمسك بأزيالهم عليهم السلام يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. ما لنا سبيل إلى الله إلا سبيل محمد وآل محمد. هذه الرواية مرارا أنا قرأت لكم يا علي، هذا من كلمات رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت باب الله، أنت الطريق إلى الله، أنت الصراط المستقيم، أنت النبأ العظيم، أنت العروة التي من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها هلك. إذا ما كان لنا تمسكا وتوسلا بأهل البيت عليهم السلام ليس لنا توفيق في أي عمل.